السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم يا اغلى مشاهدين في الدنيا؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. معكم ماما حوبة، فيديو جديد، حاجة كده تحفة جدا، مقدرة سهلة وبسيطة، وان شاء الله هتعملوها وتجربوها كده وتقولوا لي رأيكم فيها ايه. يلا نخش على المقادير على طول. مقاديرها سهلة جدا وبسيطة ومش هتاخد معانا وقت خالص. نقول بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. معايا يا حبايبي هنا ايه؟ 3 كوبايات دقيق، كوبايتين سكر، كوباية لبن، كوباية زيت، كوباية كاكاو، بيضة واحدة، معلقتين خل، مع رشة ملح، فانيليا، ومعلقة صغيرة بيكنج باودر، معلقة صغيرة بيكنج صودا، وكيس بيكنج باودر. ماشي، هنقول تاني المقادير مع بعض. حطيت بيضة واحدة بس، حطيت رشة الملح ورشة الفانيليا، وحطيت السكر واللبن والخل والزيت مع بعض. المواد السائلة كلها في الخلاط، والمواد الجافة هتبقى مع بعضها. كده ضربناه كويس جدا. نحط بقى، نجيب ايه؟ الدقيق، نحط عليه المواد الجافة، نحط عليه الكاكاو، وهنحط عليه البيكنج باودر والبيكنج صودا. البيكنج صودا اللي هي كربوناته بتاعة الطعمية. انا نخلته مره على مره، ودي المره التانية. طبعا كل فيديو اقول لكم كل ما تنخلوا الدقيق كل ما يجي معاك الكيك هش وطري وجميل. تمام لغايه كده. هنقلب بقى الكلام ده، ولسه معانا مكون هنحطه. طبعا القوام ده هيبقى تقيل معايا، هنخففه شويه كده. تقيل معايا ايه بقى؟ كوبايه ميه مغليه ومعلقه نسكافيه. دي بقى هتخلي الكيك طري جدا وهشش جدا، وطعمه فوق الخيال بجد بجد. كل اللي كله شكر فيه. معايا انا بقى طواجن دهنتها زبدة. طواجن عايزة تعمليها في صينية كبيرة، اللي عندك اعمليه. طبعا الواحد بيحب يغير ويغير بس في ايه؟ في الشكل. يعني انا عاملاها دلوقتي كل واحد واحدة كده، حلو قوي. على فكرة المقدار ده كبير، لو انت عايزة تقسميه وتجربيه اعملي المقدار على 2. انا هحط لك المقادير في صندوق الوصف. كده خلاص دخلوا الفرن وخرجوا. انا كنت عاملة على حسابي اللي هم يجوا نص الطاجن، بس بصراحة الكيكة نفشت حلو قوي. هنعمل ايه؟ هسيبه يبرد ونخش في المرحلة التانية. تعالوا هنا بقى حبايبي، ولا شوكولاتة ولا كريمة ولا اي حاجة. معايا 4 كوبايات لبن كبار، معايا 4 معالق نشا، سوري، دقيق، مش نشا. هنعمل مهلبية بالدقيق مش بالنشا، تحفة جدا جدا جدا. حطيت السكر طبعا 4 معالق بس، علشان الحاجة ما تجيش معانا مسكرة. وحطيت 4 معالق كاكاو بس كده. ده كده لغاية الآن بقلب على البارد. كده ولعت النار يبدأ يغلي، ورشة فانيليا. عملنا ايه؟ ده كيلو لبن عليه 4 معالق سكر، 4 معالق دقيق كبار، 4 معالق كاكاو، ورشة فانيليا بس. ونسيب الخليط يغلي زي ما انتوا شايفينه كده. واهم حاجة يغلي كويس علشان طعم الدقيق ما يبقاش في قلب المهلبية اللي احنا عاملينها. المهلبية بالدقيق بتطلع تحفة جدا يا جماعة، جربوها بجد. احلى من نشا كتير كتير. يعتبر احنا عاملين حاجة موفرة يعني. هنا حطيت معلقة زبدة كبيرة. كده الخليط كان دخل بقى التلاجة وبرد، وضربته كده، فكيته بالمضرب. بصوا طالع جميل، والكيكة احلى من كده مفيش بجد. هقسم بقى الكيكة علشان انا عايزة احط البودنج ده، البودنج عليها. طبعا مفيش مكان. انا كنت عاملة حسابي ان انا يبقى الكيكة اوطى من كده، بس مش مشكلة، خير. هنضاعف الكمية بعد كده. تقللوا نحطه، قللوا شوية الكيكة. هنا معايا شربات ساقع، شربات خفيف، كوباية سكر، نص كوباية سكر، كوباية مية، عصرة ليمونة، يغلو وخلاص. هجيب بقى، انا سقيت الكيكة كلها مع انها والله طرية مش عايزة تستوي، بس ايه، حبيت تبقى طرية كده وجميلة. خلاص هنحط بقى طبقة حلوة، علشان لسه في طبقة تانية نعمل حسابنا فيها. بجد بجد طريقة حلوة قوي وموفرة جدا. يعني بيضة واحدة، ممكن ما تحطيش البيضة كمان، يعني حاجة حلوة قوي.
دي مربى حليب انا مخففاها بشوية مية سخنين، وده صوص شوكولاتة طبعا عملته معاكم قبل كده. كوباية لبن، نص كوباية لبن عليها قالب شوكولاتة وبس، ولا سمنة ولا زبدة ولا زيت ولا اي حاجة. هنحط بقى التزويق ده براحتك، ان يعني إن انا عملت اللي انا شايفاه. انت عندك اي حاجة عايزة تزوقي التزويق ده الاخراني، ده بتاعك وفي ايديكي. ربنا يحسن ما بين ايدينا وايديكم يا جميعا يا رب. وما تنسوش بقى اللايك، يعني ايه، لايكات 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 كتير كده، متحرمش منكم ابدا. هنا حطيت على كل واحد مثلا، انا عملت هنا نص ونص، نص مربى حليب ونص شوكولاتة، وده عملته واحد واحد. يعني اللي كان بيقول لي اعملي كذا بعمل له، يعني طلبه يعني. بس بصراحة المربى الحليب مع كيكة الشوكولاتة مع صوص الشوكولاتة طلع تحفة جدا. وان يعتبر اعمل لكم الحاجة يعني ايه، موفرة شوية عن كل مرة يعني. جبت خلة كده وعملت فيها اشكال تتداخل مع بعضها شكل، بس ما شاء الله طلعت حلوة قوي قوي قوي. والطعم طبعا احلى، يعني الشكل والطعم احلى من كده مفيش. هنا هعمل خطوط بالشوكولاتة عشان نكسر اللون بس. لايكات بقى يا جماعة، محدش ينسى اللايك وهو ماشي. كده حلو قوي قوي قوي. يعني بصوا، ممكن ما تحطوش طبقة الشوكولاتة ديت على فكرة، وتسيبي البودنج ده شوية سوداني، شوية جوز الهند على الوش، شوية فرماسيه، اي حاجة عندك تنفع يعني، مش هيقول لا. انت بتعملي لبيتك ولولادك، انت عايزة تعملي لهم احسن حاجة، بس بامكانياتك انت، بمقاديرك انت. بس بصراحة والله بجد الكيكة طالعة حلوة قوي قوي قوي. ان شاء الله تعملوها بقى وجربوها، واللي يجربها يقول لي في الكومنتات كده عملتها ولا لا. انا بحاول على قد ما اقدر اعمل لكم حاجات حلوة وسهلة في نفس الوقت. جبت بقى بسكوت بوريو كده، انا ما كنتش عايزة احط عليها حاجة بجد، بس ايه، قلت احطها في الجنب كده تدي شكل حلو. هي ما كانتش محتاجة اي حاجة. وهنا على الطاجن بتاع الشوكولاتة كسرت بسكوت بوريو وحطيت على الوش. يعني اي حاجة عندك اعمليها مش هتقول لا. حطينا شوية مربى حليب. ادعوا لي كده يا جماعة، والله تعبانة، ادعوا ربنا يحوش عني عشان فعلا تعبانة. ربنا يشفي كل مريض يا رب. هنا جبت شوية فرماسيه، بصراحة هي ما كانتش عايزة حاجة، بس ايه اللي واقف جنبي عايز منها يعني، حطيت له شوية فرماسيه. ودي خلاص خلصت معانا. بسم الله ما شاء الله، حاجة كده جميلة جدا وحلوة قوي 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 بجد، ومقاديرها سهلة وبسيطة، وان شاء الله تعجبكم وجربوها وتقولوا رأيكم فيها ايه.